افضل 10 افلام مصريه في 2021، ودي سلسله حلقات، يعني الحلقه اللي بعدها تبقى افضل 10 افلام مصريه في 2020 وهكذا. ومن غير كلام كتير نخش على المركز العاشر. في المركز العاشر فيلم مش انا. الفيلم من اخراج ساره وفيق ومن تاليف تامر حسني. الفيلم من بطوله تامر حسني وحلا شيحه وماجد الكدواني وسوسن بدر واياد نصار. بيصاب حسن بمرض في ايده بيخليه يفقد السيطره عليها خالص، اي انفعال هي بتعمله هو بيبقى مش مسؤول عنه خالص. بالبلدي الموضوع بيبقى غصب عنه، وبيرفض جميع الناس اللي حواليه ان هم يصدقوه. من الحاجات الجميله في الفيلم الاداء بتاع سوسن بدر، رغم ان دورها مش كبير في الفيلم بس عملت الدور بطريقه جميله جدا، استمتعت بدورها جدا صراحه. والفكره بتاعت الفيلم اتقدم فيها كوميديا كويسه جدا، كان يجي اعلى من كده بس اتقدم برضه كويس. والنهايه بتاعت الفيلم كانت جميله جدا صراحه، فصراحه هو فيلم كويس. ونروح للمركز التاسع. فيلم 200 جنيه من اخراج محمد امين وتاليف احمد عبد الله، ومن بطولة أحمد السقا وهاني رمزي وخالد الصاوي وأحمد رزق وإسعاد يونس. قصة الفيلم ببساطة بتتكلم عن 200 جنيه بتتنقل بين كذا مكان وبين كذا طبقة اجتماعية وبين كذا شخص، ونشوف أماكن وشخصيات ومجتمعات مختلفة خالص بنمر بيها مع ال 200 جنيه دي. أكتر حاجة عجبتني في الفيلم البداية بتاعت الفيلم، كانت جميلة جدا صراحة، والنهاية الفيلم عرف يبدأ الفيلم بطريقة حلوة وعرف يقفله برضه بطريقة جميلة جدا ويربط ما بينهم. فحقيقي فعلا فيلم كويس في نفس المود بتاع ساعة ونص، مش نفس الكمية من الدارك كوميدي اللي فيه أو نفس الكمية من الإسقاطات والمعاني التقيلة، بس يظل فيلم كويس. ونروح للمركز الثامن. فيلم تيتو إخراج عمر صلاح وتأليف كريم فهمي، ومن بطولة كريم فهمي وحمد المرغني ومحمد ثروت وهدى المفتي وأحمد فتحي. الفيلم بيحكي عن شخص بيقرر هو واصحابه يسرقوا عالم ثري جدا. من خلال السرقه دي العالم بيكتشف دواء وبيحولهم لعقلات اصبع، وبنشوف التحولات اللي هتحصل في الفيلم. فيلم حقيقي فعلا كان تصوير كان جميل جدا، وتصوير الفيلم كان كويس جدا، الاداء نوعا ما كان من اغلب الممثلين الى حد ما مقبول. فالفيلم تجربه مختلفه وجديده في السينما المصريه، بالبلدي هتجرب فيلم جديد نوعيته مختلفه جدا ما بنشوفهاش اصلا. مش هقول لك بنشوفها قليل، لا احنا ما بنشوفهاش اصلا. فحقيقي فيلم كويس. ونخش على المركز السابع. في المركز السابع فيلم ثانية واحدة إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، من بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد وفتحي عبد الوهاب. تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول شخص بيتعرض لموقف بيقلب موازين حياته خالص. من الحاجات الجميلة في الفيلم الأداء بتاع مصطفى خاطر، دوره جميل جدا الصراحة وعرف يلعبه حلو قوي. والنهاية بتاعت الفيلم كانت جميلة جدا، والريتم بتاع الفيلم حرفيا مش ممل خالص. فحقيقي فعلا هو فيلم رومانسي كويس اللي هو فاهم تتفرج عليه لو أنت مثلا عندك وقت فاضي، فيلم يستاهل المشاهدة. ونروح للمركز السادس. فيلم ماما حامل من اخراج محمود كريم وتاليف لؤي السيد، من بطوله آلا علوي وبيومي فؤاد وحمدي المرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح. بتوع خلافات كتير بين اتنين اولاد وابوهم وامهم بسبب ان هم عايزينهم يتجوزوا وهم بيرفضوا الموضوع ده خالص. بيكتشف يوم من الايام ان امهم حامل، ويواجه العديد من المواقف الكوميديه والمفارقات. الحاجات اللي عجبتني في الفيلم الاداء التمثيلي من اغلب الممثلين صراحه كان حلو جدا وموفق، والكوميديا في الفيلم كويسه جدا، والريتم بتاعه كان الى حد كبير حلو جدا. فحقيقي فعلا هو فيلم كوميدي يستاهل المشاهده، من افضل الافلام الكوميديه اللي نزلت في السنه دي. نروح للمركز الخامس. في المركز الخامس فيلم البعض لا يذهب للمأسون مرتين، إخراج أحمد الجندي وتأليف أيمن وطار. فيلم من بطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني ومحمد ثروت وبيومي فؤاد. يسلط الضوء على علاقة معينة بيكون فيها الزوج والزوجة مختلفين في كذا نقطة وفي كذا آراء، وبيحصل موقف ما بيكتشف إن هما يعتبر بقوا متطلقين بطريقة ما، وهل هيرجعوا يتجوزوا بعض من تاني ولا لأ. بس يكتشف إن الموضوع ده ما أثرش عليهم بس، بل أثر على مصر كلها. فيلم صراحة على مستوى الكوميديا كان موفق جدا، والاداء التمثيلي كان من اغلب الممثلين كويس، بالاخص ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز. فحقيقي هو فيلم كوميدي كويس جدا ويستاهل المشاهده. ونروح للمركز الرابع. فيلم بره المنهج، تأليف وإخراج عمر سلامة، ومن بطولة ماجد الكدواني وعمر شريف وروبي وأسماء أبو اليزيد. وقصة الفيلم بتحكي عن شاب صغير عنده 13 سنة يتيم بيحاول يعدي سور معين عشان خاطر يخش بيت مهجور بقاله فترة، عشان خاطر يكسب احترام زملائه. لما بيعدي السور ده وبيخش جوه البيت بيلاقي راجل عجوز، وبيكتشف إن هو وراه أسرار وخبايا كتير جدا. الحاجات اللي عجبتني في الفيلم الاداء صراحه، الاداء بتاع الواد الصغير عامل الدور بطريقه جميله جدا، كان موفق جدا في الدور وعمل بطريقه حلوه قوي صراحه. والاداء بتاع ماجد الكدواني من احلى ادوار ماجد الكدواني. الفيلم عامه جميل جدا كقصه كريتم كاداء تمثيلي كاخراج، من احلى وانظف الافلام اللي شفتها في اخر السنين اللي فاتت. فيلم يستاهل المشاهده جدا الصراحه. البدايه النهايه الاسرار بتاعت الراجل العجوز، موضوع كان حقيقي فعلا في كذا لقطه محزن جدا. فحقيقي فيلم ممتع جدا. ونروح للمركز الثالث. المركز الثالث فيلم للإيجار، إخراجه تأليف إسلام بلال، من بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وعصام السقا.
الفيلم بيسلط الضوء على فكرة الوحدة والعزلة، بيناقش شخص عنده شقة في اسكندرية بيعرضها للإيجار عشان خاطر يكسر الروتين والحالة النفسية السيئة اللي هو فيها. حاجة اللي عجبتني في الفيلم الدراما اللي كانت في الفيلم كانت جميلة جدا صراحة ومؤثرة، وفي نفس الوقت الكوميديا في الفيلم كانت حلوة جدا، والأداء التمثيلي بتاع خالد الصاوي ومحمد سلام وبينهم كيميا صراحة جميلة جدا. خالد صاوي عامل دور حلو قوي، والقصة بتاعت الفيلم جميلة ومؤثرة قوي. حقيقي فعلا فيلم حلو جدا ويستاهل المشاهدة. ونروح للمركز الثاني، فيلم موسى من اخراج وتاليف بيتر ميمي، ومن بطوله كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، واسماء ابو اليزيد، واياد نصار، واحمد حاتم. دول احداث الفيلم في اطار خيال علمي عن شخص بيلاقي نفسه وحيد من غير اصدقاء، فبيقرر يخترع روبوت وبيسميه موسى، بس بينقلب الموضوع على الجميع. الحاجات الجميله في الفيلم القصه بتاعت الفيلم اتقدمت بشكل حلو جدا. بيتر ميمي عملها بطريقه حلوه قوي، كاخراج كطريقه سرد، فحقيقي فعلا الخط بتاع بيتر ميمي كان جميل جدا وموفق. فيلم كاريتم كأداء في مشاهد درامية من كريم محمود عبد العزيز، كان عامل الدور بطريقة جميلة جدا، يمكن أحلى دور لكريم محمود عبد العزيز. والكيمياء بينه وبين أسماء أبو يزيد كان حلو جدا صراحة، تحسهم بقالهم كتير بيمثلوا مع بعض، مش أول مرة يعملوا مع بعض الفيلم. كمشاهد درامية، كمشاهد حد أكشن، كتصوير، كإخراج، كريتم، كأداء تمثيلي، من أحلى الأفلام اللي نزلت الفترة الأخيرة كعمل مصري. ونروح للمركز الأول، فيلم وقفة رجالة، إخراج أحمد الجندي وتأليف هيثم دبور، ومن بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد ومحمد سلام وشريف دسوقي وسوسن بدر. بتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء بيحاولوا يخرجوا واحد منهم من حالة نفسية سيئة بسبب إن مراته توفت. عشان خاطر يخرجوه من الحالة السيئة دي بياخدوه وبيسفروه إلى إحدى المدن الساحلية. حقيقي فعلا أفضل فيلم كوميدي شفته من ساعة فيلم بنك الحظ. فيلم جميل جدا على مستوى الكوميديا بالذات، هي دي أعلى نقطة في الفيلم. لو قلت عليه أفضل فيلم كوميدي في آخر 5 سنين دي ما فيهاش مبالغة إطلاقا. فيلم كان جميل جدا ككوميديا، ككيمياء بين الممثلين كان بينهم كيمياء فظيعه صراحه. الاداء بتاعهم كلهم كان حلو جدا، بالاخص ماجد الكدواني وسيد رجب عاملين الدور بطريقه تحفه صراحه. هو اجمل فيلم كوميدي شفته في الفتره الاخيره، فيلم يستاهل المشاهده ويستحق افضل فيلم في 2021 من غير نقاش. وبس كده، على ذلك حاله المتابعه وسلام.